بتبتدي حكايتنا في عالم بتسود فيه التنانين اللي ما بترحمش حد، وكل هدفها تقضي على البشرية وتقلب الدنيا جحيم، وطريقة التخلص منها إما عن طريق حرقها أو تجميدها كده يا صديقي. وعلشان كده بيظهر ناس زي أبطالنا علشان يقوموا بالمهمة دي علشان يصبحوا أقوى. وبنشوف الشاب ده عيلته كلها ماتت بسبب التنانين وخلصت عليهم. واحد اتبناه لكن التنين خلص عليه هو التاني، روح يعيش عند قرايبه لكن ماتوا برضه. هو ايه النحس ده يا صديقي؟ لكن في يوم من الايام بيكتسب قوة ملهاش مثيل، وهي دي حكايتنا. فمش عايز اطول عليك اكتر من كده، فجهز نفسك كده يا صديقي علشان هتسمع حاجة عظمة من الاخر. ده هو راجنا صائد التنانين، لكنه لسه على قد حاله، بيكون بيحارب التنين كده لكن ما بيقدرش يتغلب عليه. وهنا بيظهر بطلتنا ليو، قائدة التنانين الأسطورية، وبتخلص على التنين بضربة واحدة. بنشوف تنين ضخم جدا بيظهر قدام راجل غريب بيحاول يقتله، بس بلمسة واحدة منه بيتجمد وقتها. بتظهر بعدها تنانين كتير بحجمها المختلفة، وبرضه بيقدر انه ينتصر عليهم بكل نجاح. بالرغم من القوة اللي عنده دي إلا ان هو بيقول انا محتاج لسه اكون اقوى. بنرجع تاني وبنعرف ان راجل وليو مشكلين فريق مع بعض علشان يصطادوا أكبر عدد ممكن من التنانين، وإنهم منضمين لنقابة الصيادين اللي في مدينة رومبير. وبنكتشف إن ليو هي أقوى وأشجع صيادة تنانين، إلا إنها بالرغم من سنها الصغير إلا إنها قتلت 5 تنانين لوحدها. وبيكون راجنا فخور بيها جدا. في نفس اليوم بالليل بيروح راجنا وليو يسهروا في مطعم، لكن بيظهر صياد اسمه ساكس وبيبدأ يتنمر على راجنا لأنه يعتبر أضعف صياد، وإنه عايش بس لأن ليو بتحميه، وبيقوله إن هو عامل بس عبء عليها وملهوش لازمة. لكن ليو بتتعصب جامد وبتهجم عليه وبتوجه سيفها ناحيته، وهو بيكون مرعوب منها وشكله بيكون وحش قدام كل الموجودين. بتقوله إنها مش بتسعى لأي حاجة من قتلها للتنانين غير إنها تحصل على القوة المطلقة. على عكسهم كلهم بيقبلوا مهمة القضاء على التنانين علشان يكسبوا المال والشهرة. وبتكمل كلامها إنها هتفضل تحارب كل التنانين اللي تقابلها لحد ما توصل لزعيم التنانين وتقضي عليه وتثبت إنها أقوى مقاتلة تنانين في العالم كله. وبتوجه كلامها لكل الصيادين في المطعم وبتسألهم لو في حد ممكن ينضم ليها في رحلتها وهتديله المجد والشهرة. بس كل الصيادين بيخافوا ينضموا، لكن وقتها بيقول راجنا انه هيفضل معاها دايما في اي طريق هتختاره. فبتعرفوا ان هو ده السبب اللي مخليها مشكلة فريق مع راجنا، وبيسيبوا المكان وبيرجعوا هما الاتنين للبيت. وبعد ما ليو بتنام بيخرج راجنا يتدرب لانه عاوز يزيد من قوته علشان يقدر يحمي ليو. واثناء ما هو بيتدرب بيظهر لراجنا نفس الشخص الغريب اللي كان بيقتل التنانين، وبيقوله انه هيخسر ليو مش هي اللي هتخسره. فجأة بيغيب راجن عن الوعي وبيشوف المكان كله من حواليه بيتحول لنار ضخمة، وبيشوف ليو بيصيبها سهام كتير في كل انحاء جسمها وبتنزف لحد ما بتموت قدامه. وقتها راجنا بيفوق وما بيكونش فاهم ايه اللي بيحصل وبيفضل خايف، وللأسف المشهد بيتكرر كل يوم وبيزداد خوف وقلق عليها. وبعد أيام النقابة قالت للصيادين إن عدد التنانين قل جدا الفترة الأخيرة، وبالصدفة بيكتشفوا إن التنانين غيرت اتجاهها ناحية الشرق على الرغم من إنها ما هدمتش من سنين. وده معناه إنهم متوجهين لمدينة دونمبير. ليو بتفتكر مطعم كانت بتحب تاكل فيه هناك وبتطلب من راجنا إنهم يروحوا لهناك لما يخلصوا صيد التنانين، لكنه بيكون سرحان ومش مركز
بيركز معاها، وكل اللي بيكون شاغل باله الغريب اللي بيظهر له في الحلم اللي دايما بيشوفه. فبتفوقه وبتطلب منه يقول لها هو ليه دايما سرحان الفترة الأخيرة وما بينامش كمان. راجنا بيتجاهل أسئلتها وبيسألها ايه الحاجة اللي ممكن يعملها علشان يبقى مصدر قوة بالنسبة ليها. فبتقوله انها عارفة ان لحد دلوقتي ما عندوش موهبة في صيد التنانين، لكنها متأكدة ان في قوة خارقة هتظهر له مع الوقت هتخليه اقوى منها شخصيا. وقتها بيفتكر راجنا لما كان عنده 3 سنين والتنانين هجمت على بيتهم. وقتها شخص غريب اتبناه، لكن التنانين هجمت على بيته وقضت على كل ممتلكاته وحرقتها. ومن وقتها الناس بتضربه وبتطرده من كل مكان لانه ملعون، وكل اللي بيكون جنبه بتقتلهم التنانين. وانه بعد كل ده قابل ليو وعرضت عليه انه يشاركها في صيد التنانين، لكنه خاف عليها وقال لها انها لو فضلت معاه هتفقد حياتها زي اللي عرفهم. بس ليو طمنته ووعدته انه مش هيحصل لها حاجة لانها قوية جدا. في نفس الوقت هاجمهم التنين، وكان راجنا واقف خايف وما بيتحركش من مكانه. بس ليو راحت له وواجهته بكل شجاعة وطعنته بسيفها الفضي. ومن وقتها راجنا بقى واثق فيها ومن قوتها، وبتخرج معاه في كل المهام. بنرجع للوقت الحالي وبتوصل مهمة لكل الصيادين في النقابة انهم يسافروا لمدينة داون بير لان التنانين بدأت في الهجوم عليها. بس اول لما بيوصل بيحس راجنا بحاجة غريبة وبيتوتر. بيقولها لازم نهرب بسرعة والا هفقدك للأبد. وفجأة بتتحول دونامبير لبقعة كبيرة من اللهب بدون سابق انذار، والتنانين بتملى المكان من حواليهم. ليو بتسيب راجنا وبتجري بكل سرعتها علشان تواجه التنانين، وما بيقدرش راجنا يوقفها. وبتقدر التنانين انها تقضي على عدد كبير من الصيادين بدون اي رحمة. وفجأة بيخرج من وسط النار شخص الدم مغطية جسمه كله، وبعدين الدم بيختفي وبيكتشفوا انه تنين بشري مش زي التنانين العادية، وبيخرج اسهم من جسمه وبيقتل 2 من الصيادين. وفي الاثناء دي راجنا بيفتكر الكابوس اللي كان بيحلم بيه دايما في اخر ايامه، وبيلاحظ انه نفس اللي بيحصل بالظبط، وبيحس انه هيفقد ليو. فبيقرر انه هيبذل كل مجهوده علشان يحميها حتى لو هيموت مكانه. وبيجري بكل سرعته وبيهجم على التنين البشري، لكن بيكون في هالة حوالين جسمه بتمنع سيف راجنا من انه يوصل ليه. وفجأة بتخرج كمية كبيرة من اللهب وبيهجم بيها على راجنا وبيحدفه بعيد وبيقع في النهر. وساسكا بيشوف راجنا ووقع في النهر اللي كان موجود في المكان بالصدفة وبيحاول يساعده. وليو بتكون بتتصدى للتنين بكل طاقتها. في نفس الوقت جوه النهر بيفقد راجنا وعيه وبيدخل في الحلم بتاعه كل مرة، وبيظهر قدامه الشخص الغريب تاني. وبيفتكر راجنا لما بيقوله انهم هما الاتنين نفس الشخص وانه راجنا المستقبلي، وبيبدأ يلومه بشدة وبيقوله انه لو كان فعلا بيحب ليو وبيخاف عليها كان هيعمل اي حاجة علشان يحميها وكان هيطور من قوته. وبيحكي له انه في المستقبل عنده القوة اللي كان محتاجها زمان علشان يحميها، بس هو مستحملش يسامح نفسه على موتها بسبب انه كان ضعيف وقتها. راجنا الحالي بيجري عليه وبيمسك ايده وبيديله القوة اللي عنده علشان يقدر ينقذها. فبيقوله انه موافق لكنه هيدفع ثمن غالي جدا. ولكن راجنا ما بيكونش مهتم وما بيكونش بيفكر في اي حاجة غير انقاذ ليو. راجنا المستقبلي بيطعنه بالسيف الفضي اللي معاه وبينتقل ليه القوة اللي بيملكها وخبرته في قتال التنانين اللي فضل يحارب علشان يوصل لها لمدة 10 سنين متواصلين. وحتى انه طور من مهارته وقدرته لحد ما تخطى حدود قدرة البشر وتمكن من كل تقنيات القتال لدرجة انه حول جسمه لسيف فضي وبقى سلاح خارق للقضاء على التنانين. في نفس الوقت عند ليو بتكون مرهقة جدا من القتال ضد التنين البشري وبتقوله انه قوي جدا، وبتسأل اذا كان هو زعيم التنانين اللي بتدور عليه. فبيتعصب جدا منها وبيرميها بكرة نار،
بس بتقدر تفاداها على آخر لحظة. وبيقول لها ما ينفعش تقارني وضعي زي ده بزعيم التنانين، وبيعرفها انه اسمه جريم وان هو الرتبة العشرة من سلسلة الجناح، واللي تبقى اقوى فصيلة من فصيلة التنانين على وجه الارض. وبيروح علشان يقضي عليها، لكن بيتفاجئوا بهالة وما بيتحركش من التوتر لانه مش عارف مصدرها. وبنشوف راجنا الحاضر رجع لارض المعركة وبيقضي على عدد كبير من التنانين بكل سهولة، ومحدش قادر يتصدى له خالص. وبيروح يقف قدام جرام، وفي ثواني بيقدر يجمد جزء من وشه باستخدام تقنية الجانكي. وقتها بيصطدم جرام لان القوة دي مشابهة جدا لقوة ملك التنانين، لكنه بيقول لنفسه انه مستحيل مجرد شخص عادي يكون عنده القوة دي. وعلى طول بيحول جرام نفسه لهيئة التنين علشان يقاتل راجنا، لكن راجنا مش بيديله فرصة وبيجمده بالكامل، والكل بيتصدم من قوة راجنا الجديدة ومحدش بيكون عنده تفسير للي بيجرى. وبيجري راجنا على ليو وبيحضنها وهو مش مصدق انه قدر ينقذها، فبتشكر ليو على انقاذها في الوقت المناسب. في نفس الوقت بنشوف راجنا المستقبلي مع صديق ليه اسمها كورمزون، اللي بتقوله انه معنى انه سلم قوته لشخصيته الحالية فده معناه انه مش هيعيش كتير. وبنكتشف ان هدف راجنا وكورمزون من اول ما تعرفوا على بعضهم انهم يقضوا على كل التنانين في العالم. وبتقول كورمزون لماكينة ان مهمة القضاء على التنانين دلوقتي بقت بتعتمد على شخصياتهم اللي في الماضي. بتنتقل الاحداث وبنشوف مدينة متدهورة، وده الشخص المتسبب في الكارثة اللي بتحصل. وبنشوف البنت دي كمان اللي ما نعرفش هي مين، ولكن الموضوع شكله ما يبشرش بالخير يا صديقي. وبنرجع لراجنا اللي في الوقت الحالي وبيكون نايم من التعب وليو جنبه بتراقبه، بس فجأة المدينة بتتهز جامد وبتبدأ الغابة تتحرك من مكانها وبتهاجر الطيور من المدينة. وبتظهر كورمزون وبيقول لها ان جه الوقت اللي هي وراجنا هيتقابلوا فيه علشان تبدأ قصتهم الحقيقية. وبيظهر في الغابة تنين اسمه تامرو اللي بيهاجم طباخ وبياكله هو والمساعدين بتوعه، وبيكون في خادمة كمان في المكان بيستعد انه يخلص عليها هي كمان. في نفس الأثناء بتهجم ليو والصيادين على الأغصان اللي بتهاجم، لكن بتتحرك الأغصان وبتكون على وشك انها تقضي عليه. ووقتها بيفوق راجنا وبتخرج من جسمه قوة جبارة وبتقضي على كل الأغصان اللي في المكان. فبيحس تومورو بالقوة اللي انطلقت من راجنا اللي بيجري بكل سرعته لمكان تومورو. بوم بضربة واحدة بيطيره لبعيد وبينقذ الخادمة. ولما بيشوفها راجنا بيعرف انها كورمزون، لكن بتتنكر البنت وبتقوله ان اسمها إليزا، لكن راجنا بيكون متأكد انها بتكذب وانها كورمزون لان شخصيته المستقبلية عارفة كل حاجة عنها، وانها من مملكة التنانين السابقة اللي الملك الحالي للتنانين استولى عليها. في الاثناء دي ليه بتوصل المكان وبيفوق تومورو، وفي نفس اللحظة دي بيحاول يهجم على راجنا، لكن فكرك هيعمل حاجة يا صديقي؟ لا والله، بينطلق عليه بالهالة الفضية بتفجر جسمه تماما. بعدها بيطلب راجنا من ليو انها تاخد كل سكان المدينة وتخرج من الحدود علشان ما تتعرضش للأذى، وبيفهمهم انهم قدامهم مشوار طويل هيضطروا يكملوه من غيره علشان يحافظ عليها. بس ليو ما بتكونش مستوعبة انهم ممكن يفترقوا بالسهولة دي، فبتقرب منه لكن راجنا بيبعدها بعنف. بتهجم عليه لكن هو ما بيكونش عايز يعمل اي حاجة تزعلها منه. ولما بتفوق بتلاقي نفسها على ظهر ساسكا وحواليها كل اهل المدينة، فبتبقى نفسها راجنا يبقى معاها للأبد، لكن هكذا الحال يا صديقي. بنرجع تاني لراجنا اللي بيكون مصمم انه يخليها تعترف بانها كروموزوم، لكن هي بيكون مصممة انها إليزا. بس فجأة بيحس بتعب شديد لدرجة انه بيفقد الوعي لان جسمه بيكون لسه متعودش على كمية الطاقة الكبيرة اللي جواه. وبتفضل إليزا جنبه لحد ما بيفوق، وبتعرفوا انها محبتش تسيب الانسان اللي انقذ حياتها. بس في الحقيقة بتكون إليزا فحصت جسمه وهو نايم واكتشفت ان
جسمه مندمج مع سيف فضي من طراز عريق بيخليه يقدر ينتج هالات فضية في أي وقت والمكان اللي هو عايزه، وعلشان كده ما بتتخلاش عنه لأن عندها فضول تعرف أكتر. فبيقعد راجنا يحكي لها إنهم شكلوا فريق مع بعض في المستقبل وحاربوا التنانين، بس فجأة بيلاحظ تنين طاير من فوقيهم فبياخدها راجنا بسرعة، والتنانين أول ما بيوصل لمكانهم راجنا بيقف ما بينهم وبوم بيخلص عليهم بكل سهولة. وهنا بتكشف كرمزون عن نفسها، بتخرج من بقها سلايم قوي بيحيط بالتنانين وبتضرب بسيفها الأرض فبتحولهم لعظام. وبتقول كرمزون لراجنا إنها موافقة إنهم يشكلوا فريق مع بعض بس بشرط واحد، إنه يشرب الأنبوبة دي. لكن الواد بيشربها ومعرفش إن جواها سم، وبتطلب منه يشربها وبتطمنه إنه مفعول السم مش هيشتغل إلا لو حاول يتمرد عليها، والواد بيكون مخلصها أصلا. لكنه بيفاجئها بيقولها إن أول ما يخلص مهمته في القضاء على جميع التنانين فهيقتلها هي كمان لأنها تنين، وبتقوله إنها موافقة. وبتسأل كروموزور راجنا عن نهاية مغامراتهم بما إنه قابل شخصيتها في المستقبل، لكن بيصدمها راجنا وبيقولها إنهم خسروا وما قدروش يقضوا على كل التنانين اللي في العالم زي ما كانوا بيحلموا، لكنهم دلوقتي يقدروا يصلحوا اللي عملوه ويغيروا الواقع. المهم كده يا صديقي، دي بتكون نهاية حلقتنا ولسه في أجزاء جاية كتير، فلو عجبتك الحلقة ما تنساش تدعمني باللايك والاشتراك علشان أوعدك بإذن الله هتشوف حاجة عظمة أكتر من كده. وعايزك تصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وأشوفك في الفيديو القادم يا صديقي، ومع السلامة.